السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية أن مراقبة الصفقات العمومية بالوزارة تتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، مستعرضا أبرز تدابير وزارته لتعزيز شفافية الصفقات ضمن جواب كتابي عن سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب حول مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية رقم 17799. وأورد الفتيت في جوابه الذي طالعته جريدة إسبريس الإلكترونية نسخة منه بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصفتها جهازا إداريا لمراقبة تابعا لوزارة الداخلية ويتطلع بمهام الافتحاص والتدقيق والتفتيش والبحث والمراقبة والتسيير الإداري والتقني والمحاسبات التي تهم مختلف المصالح التابعة للوزارة وللجماعات الترابية ومجموعتها والهيئات التابعة لها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإنه يتم في إطار المهام المنجزة المرتبطة بالصفقات التأكد من الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها، والوقوف على التنفيذ المادي للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة. وتابع المسؤول الحكومي ذاته شارحا يتم كذلك تقييم النتائج المحصلة عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى وسائل المسخرة إلى غير ذلك من الجوانب الأخرى، مشددا على أن وزارة الداخلية حريصة على ترتيب المآلات المناسبة وفقا للملاحظات المسجلة، إذ إن منها ما يكتسي طابعا تقويميا ومنها ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية أو زجرية وفقا لإجراءات القوانين الجاري بها العمل. وزير الداخلية لم يفته الاستحضار أن الطلبيات العمومية تعد من بين الآليات الأساسية في النشاط الإداري نظرا لأهميتها في تلبية حاجيات الإدارة وتنفيذ السياسات العمومية والتنزيل الاستراتيجي القطاعي، مفسرا بأنه لهذا فقد أولى المشروع اهتماما خاصا للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها جعلها أكثر شفافية وفعالية في جو من المنافسة والمصداقية، وحرصا منه على إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وعلى تكريس حرية الولوج للطلبية العمومية. ولهذه الغاية تضيف وثيقة الجواب تم إصدار عدة نصوص قانونية ومراسيم تنظيمية لتأطير إعمال هذه الآلية، خاصة بالذكر منها القانون رقم 6199 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والقانون رقم 6900 المتعلق بالمقاربة المالية للدولة على المنشآت العمومية وهيئاتها أخرى كما تم تعديلها، فضلا عن المرسوم رقم 22/431 صادر في 8 مارس 2023 بشأن الصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية. في سياق متصل وارتباطا بمراقبة الصفقات العمومية، لفت الفتيت انتباه الفريق الواضع السؤال إلى تخصيص المشروع منظومة متراصة لتتناول مراقبة الصفقات من مرحلة الإبرام إلى مرحلة التنفيذ، حيث أخضع إبرامها وتنفيذها لأشكال متعددة من أنماط المراقبة. وفصل الوزير أن الرقابة الداخلية تبتدئ بحرص صاحب المشروع على تتبع الصفقة خلال مختلف مراحلها وفقا للقواعد التنظيمية المقررة في الموضوع، لا سيما نشر البرامج التوقيعية والإشراف المنتدب على المشروع، فضلا عن إعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة إلى غير ذلك من القواعد التقنية
وواجب التطبيق في هذا الشأن. كما أكد أهمية ودور رقابة خارجية تتمثل في لجنة الصفقات، بالإضافة إلى تلك المخول لمصالح وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة الخزينة العامة للمملكة بصفتها جهاز إداري مسؤول عن مراقبة تنفيذ النفقات العمومية، بما في ذلك الإنفاق عن طريق الصفقات ومراقبة أوجه صرفها من طرف الآمر بالصرف، ومدى مطابقة مساطر الإنفاق عن طريق الصفقات للقواعد التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك التأكد من إجراءات الأمر بالصرف، صحة النفقة، صحة الخدمات المنجزة، صحة حساب التصفية. ومغربيا أيضا، أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أول أمس الثلاثاء في الرباط أن فرنسا تعتزم تعزيز حضورها القنصلي والثقافي في الصحراء المغربية من أجل إحداث رابط فرنسي. وقال الوزير الفرنسي خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطاس: نعمل على تعزيز حضورنا القنصلي والثقافي من أجل إحداث رابطة فرنسية. ويرى خبراء أن إعلان الفوز الوزير الفرنسي قد يحيل إلى عزم فرنسا افتتاح قنصلية في الأقاليم الجنوبية في خطوة دبلوماسية واضحة من فرنسا تجاه قضية الصحراء المغربية، ويتماشي مع تعزيز الاستثمارات الفرنسية في جنوب المغرب، وخاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وقد يدفع دولا أوروبية أخرى إلى اتخاذ خطوات مشابهة. في هذا الإطار، قال أحمد نور الدين خبير في العلاقات الدولية إن العرض القنصلي يشمل مجالات متعددة تلتقي عند تقديم خدمات إدارية وثقافية واقتصادية هم بالأساس مواطني البلد المعني، وهو في هذه الحالة فرنسا، وبالدرجة الثانية كل الراغبين أو المحتاجين إلى تلك الخدمات من مواطني البلد الذي تقدم فيه تلك الخدمات، وهو المغرب في حالتنا هذه، وحتى المقيمون في المغرب. وشرح نور الدين ضمن تصريح لجريدة إسبريس قائلا: يدخل في هذا الإطار على سبيل المثال شواهد الحالة المدنية بالنسبة للفرنسيين والمساعدة أو المصاحبة المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، ثم الخدمات الثقافية التي تقدمها المراكز الثقافية التابعة للبعثة الفرنسية سواء للفرنسيين المقيمين بالمغرب أو للمغاربة، بالإضافة طبعا إلى التأشيرات، وهي خدمة تقدم أساسا للمواطنين البلد والمقيمين فيه ولا تعنيها الفرنسيين كما هو المعلوم بالضرورة. شكرا لكم على حسن المتابعة.